السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنكمل بقى للفيديو اللي فات اللي هو فيديو بديل اللحمة. هنعمل وصفتين ان شاء الله، الوصفتين يكونوا وصفات اقتصادية كده. هنعملهم بطريقة سهلة وبسيطة. هنعمل جراتان البطاطس وكمان هنعمل السمبوسك، وهنعمله ده كله ببديل اللحمة. لو اول مرة تشوفوني قناتي اكلتك مع مامة اياد، تعالوا نسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. حطيت الطاسة على النار ونزلت بشوية من الزيت ومعلقة من الزبدة. هننزل بقى باللحمة بتاعتنا كده، وهنبتدي بقى ان احنا نشوحها كده لحد ما لونها يتغير. حلوة قوي على فكرة، وريحتها حلوة، واللي هياكلها مش هيعرف خالص ان هي مش لحمة، هيقول ان هي فعلا لحمة مفرومة انت عاملة بيها. انا كنت محضرة كده بصلاية كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة، عايزة تفرميها في الكبة افرميها. نزلت بالبصل كده وهشوحه كده، وزي ما انتم شايفين زي ما بنعمل اللحمة المعصجة بتاعة المكرونة او بتاعة اي صينية انت بتعمليها. اديت رشة من الملح ورشة من الفلفل ورشة كمان من البابريكا، ونزلت بمكعب كده من المرقة. هنقلب كل ده كده مع بعض. انا محضره بقى الفلفل الالوان والجزر المبشور، هنزل بقى بالفلفل الالوان والجزر المبشور. الخضار بيبقى حلو قوي مع اللحمه المعصجه كده، ولما بتحطيه في اي وصفه كده بيدي لون وبيدي طعم وشكل وقيمه غذائيه كمان. هنا كده اللحمه المعصجه بتاعتنا خلاص جهزت. تعالوا بقى نشوف هنعمل جراتان البطاطس. هنعمله بطريقه اقتصاديه وبطريقه سهله جدا. انا مقطعه شرايح كده من البطاطس زي ما انتم شايفين وقلياها كده. السمك بتاعها مش رقيقه أوي ولا سميكه قوي. هو اصلا جراتان البطاطس ما بتقليش البطاطس ولا حاجه، ممكن تسيبيها كده نيه زي ما هي، وممكن كمان تسلقيها تديها كده نص سلقه. انا بحب ان انا اقليها او اسلقها علشان اضمن التسويه بتاعتها. طبعا هي استوت شويه مني زي ما انتم شايفين كده. ممكن تقليها نص قليه او 3/4 قليه كده، وممكن تسلقيها نص سلقه. طبعا هو بيستخدم في جراتان البطاطس، بتعملي بالكريمة الطهي وكريمة، وبتستخدمي كمية كبيرة قوي من كريمة الطهي، وكمان بتستخدمي ميكس من الجبن. فاحنا النهاردة بنعمل جراتان بطاطس كده اقتصادي زي ما انتم شايفين كده. نزلت بطبقة من البشاميل الخفيف اللي هو بديل الكريمة، ورصيت البطاطس بالشكل اللي انتم شايفينه ده. والوقت كده هنزل باللحمة بتاعتنا. بعد كده هنزل بباقي كمية البشاميل كده. وزي ما قلت لكم البشاميل اللي هو بديل الكريمه، فبتعملي خفيف شويه زي ما انتم شايفين كده، عاملاه خفيف. وعاملاه هو بس باللبن، مش ضايفه اي اضافات ولا جبنه كريمي ولا اي حاجه، هو لبن بس اللي استخدمته مع الدقيق والزبده. واديت رشه خفيفه جدا من الجبنه الموتزاريلا. يعني وصفه جراتان بطاطس اقتصادي جدا، ما فيهوش اي تكلفه خالص. وطبعا عملناه ببديل اللحمه. دخلته الفرن على درجه حراره 200، الرف اللي في النص. دي بقى الكميه اللي فضلت معايا. حطيت عليها شويه من البقدونس كده، وعندي شويه من السمبوسك كده هنحشيهم بيها. عملت معاكم السمبوسك قبل كده بطريقتين. دي طريقه من الطريقتين اللي انا عملتها معاكم قبل كده، بس النهارده طبعا بنعمله ببديل اللحمه زي ما انتم شايفين كده. بتعملي شكل زي شكل القرطاس، وبتلفيها بالطريقه دي كده، وبتدخلي الطرف بتاعها كده من جوه. ما بتحتاجيش ان انت تعملي حاجه تلزقي بيها ولا اي حاجه. هنعمل واحده كمان اهو مع بعض، وشوفي الطريقه بتقلبيها كده زي القرطاس. بتحطي الكميه اللي انت عايزاها وبتقفليها بالطريقه اللي انا هقفلها بيها دي دلوقتي كده مع بعض زي ما انتم شايفين. وبتدخلي الطرف كده من جوه. هخلص طبعا الكميه كلها كده بنفس الطريقه. ما بحبش اقلي السمبوسك طبعا، لان لما بيتقلي بيشرب زيت كتير وبيبقى تقيل كده مش حلو. بحطه كده في صينيه او في البايركس زي ما انتم شايفين كده، وبدخله الفرن بديله رشه خفيفه. انا خلصت الكميه كلها اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. وفضل معايا شويه كمان اهو، ممكن نعمل بيهم اي حاجه. اديت رشه كده خفيفه من الزيت، وهدخلها برضو الفرن على الرف اللي في النص على درجه حراره 200 مع المروحه. هنا بقى ده طاجن البطاطس طلع اهو زي ما انتم شايفين شكله حلو ازاي، ومش عايزه اقول لكم بقى طعمه وريحته، وبجد حلو قوي وكمان اقتصادي. ودي السمبوسه اهي بعد ما طلعت اخده لون حلو من فوق ومن تحت كده، وما مقليناش ولا حاجه، وما استخدمناش زيت كتير ولا اي حاجه، هي رشه بسيطه جدا من الزيت. الوصفتين حلوين قوي، جربوهم. جربوا ببديل اللحمه، بجد طعمها حلو ريحتها حلوه. مفيش اختلاف خالص بينها وبين اللحمه المفرومه. يعني ممكن تعمليها واللي ياكلها مش هيصدق خالص ان هي مش لحمه. بجد حلوه قوي. تعالوا بقى ندوق كده مع بعض، بجد حلوه وطعمها حلو.
جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي وهتعتمدوها على طول وهتعملوها باستمرار بنفس الطريقة دي كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا مني. لو الفيديو عجبكم شير ولايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. السمبوسك بتاعنا طعمه حلو والحشوة باينة فيه ومليانة، وده شكلها اهو شايفين، والالوان بتاعت الخضار كمان. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.